جا الشتا وجا وقت العلا، والمره هذه بديت بالبوفجوخ اللي يجي فلفل حار مرقد يتكل بالتغماس مع كسره سخونه ولا يجي في لي ساندويتش. ارواحوا نعطيلكم كيفاش ندير. اهم مكون بعد الفلفل هما لي غون، اذا ما عندكش ما ننصحكش ديريه، تلبسيهم وتجيبي موس منشار وتبداي تحفري في الفلفل. ننصحك بهذا الفلفل الحار اللي يكون صغير، ما تستعمليش الكبير لانه هذاك تاع الطرشي. تغسليه مليح وتبداي تفتحي فيه وتنحي الزريعه. تقدروا تخليو شويه زريعه اذا تحبوه يجي حار بزياده، وتقدروا تزيدوا ثاني شويه فلفل حلو وترحيوه في الروبو. لازم يترحى خشين كيما هكا، ما ترحيوهش رقيق بزاف. وهنايا اول واهم خطوه تخليوه يكثر الليله كامله في بلاصه بارده. من بعد تفرغوه في قصعه، ديروا له الملح، القزبر، شويه كمون وشويه كرويه وشويه زيت، واهم حاجه هي الثوم. كثروا الثوم وما تخافوش. ومن بعد رجعوه في الكسكاس وزيدوا خليوه يكثر الليله كامله في بلاصه بارده، وشوفوا الماء اللي يخرج منه. على بالكم الماء هذاك هو اللي يفسدو، لازم يكثر مليح من الماء. من بعد فرغوه في بلارات تاع الزجاج اللي يكونوا معقمين، غطيوه بطبقه مليحه من الزيت زيتون وخليوه اسبوع باش تاكلوه. وهذا ما كان.